كنت في البيت ديالي عادي كنحس بورم في الثدي ديالي. مشيت عند طبيب مختص. اول حاجه فاش دخلت عند الطبيب يعني كان عندي شك، حكيت له يعني باش كنحس ودار لي كشف سريري هوايا، وقال لي ضروري ما تعملي لي ماموغرافي. وفعلا مشيت درت الماموغرافي، خبرني بان راه هاد الورم هذا راه خبيث. هي في الاول كانت صدمه، لان كما كنعرفوا كاع الناس يعني كيخافوا من هذا المرض هذا. فوا كتسمعي سرطان الثدي كيساوي يعني الموت، ما كنقولوش راه كاين واحد العلاج. رغم انني انا ندير استئصال الورم هو الاول، بحيث انه كان ورم صغير باقي ديك الساعه في البدايه ديالو. الاخصائي الاورام عطاني بروتوكول ديال الكيماوي تقريبا 4 شهور، لاني كنت كندير كل حصه في 15 يوم. كان عندي 8 الحصص ما بين الابيض والاحمر. درت تقريبا الحصص 4 شهور. من بعد مشيت عند الاخصائيه في الاشعه، عطاتني تقريبا 30 حصه ديال الاشعه. اول حصه صراحه انا مشيت ضاحكه. الناس اللي كانوا معنا في ديك القاعه يعني كنضحك معاهم، قلت لهم ما تخافوش، الكيماوي راه عادي، راه مرحله وكدوز، ما كانش عندي خوف منها، لانني كان عندي يقين بالله سبحانه وتعالى بانني غادي نتشافى ان شاء الله. من بعد فاش دازت هذيك 15 يوم ديال الحصه الاولى، فغنمشي ندير الحصه الثانيه. ما طاحش لي الشعر ديالي. قلت له دكتور راه ما طاحش لي شعري، كنظن ما غيطيحش الشعر. هو يقول لي الحصه الجايه وغادي نهضروا في هذا الموضوع. وفعلا الحصه الثانيه بدا كيطيح لي الشعر ديالي، كنحس به يعني في المخده في الفراش ديالي. فقررت انني نمشي نحيد الشعر ديالي المرايه وغنشوف راسي ما عنديش الشعر. غنقول لا، خاصني نشوف راسي بلا الشعر. فعلا توضيت وصليت وطلبت الله سبحانه وتعالى. درت فيديو انا كنضحك يعني كنشوف راسي قرعه وكنضحك. فلحت داك لا فيديو. فدازت واحد ساعتين او 3 كنلقى بزاف الناس دخلوا عندي للصفحه ديالي، والناس بزاف شجعتني. الناس بزاف النساء مصابه بسرطان الثدي يعني شافوني وتشجعوا حتى هما. اول كنت درت يعني غير استئصال الورم، يعني ما حيدتش الثدي كامله. ولكن فاش كملت الكيماوي وكملت الاشعه، كان الطبيب ديالي يعني ديال الاورام طلب مني ندير واحد التحليل ديال الجينات. درتها فعلا وطلع عندي 99% يعني جينات. انا حامله طفره جينيه، يقدر يرجع هذا السرطان، يقدر يرجع المره الثانيه. قررت ندير هذا النوع ديال العمليات. درت الاولى اللي كان فيها السرطان، الثانيه حتى هي درتهم بجوج، درت استئصال الثديين والترميم في نفس الوقت. الحمد لله حاليا انا في الكونترول، يعني كيطمنني الاطباء بان الحمد لله يعني صحتي مستقره حاليا. اي حاجه شفتيها في الثدي ديالك تغيرات، مثل ظهور ورم او تغير الشكل ديال الثدي او اللون ديال الثدي او افرازات في الحلمه او خروج دم الحلمه، ضروري ومؤكد انك تمشي تشوفي طبيب مختص. قد ما كشفنا بكري راه كتكون يعني العلاج سهل.